تستحم في ضوء الصباح. تقف مدرسة خلابة كمنارة للمعرفة والأحلام. يتدفق الطلاب الحيوانات، كل منهم فريد ومليء بالحياة، إلى الفصول الدراسية، ويتردد صدى ضحكاتهم في الأجواء. يهتز الهواء بفرح الشباب والترقب، كل طالب يتوق إلى بدء يومه الدراسي في مدرسة تفيض بالألوان الزاهية والضحكات المعدية. أكانت هناك قطة بسيطة اسمها لولي، أحبت العلوم وحلمت بمستقبل مشرق. تتألق عيناها بالفضول والأمل، وهي على استعداد لمواجهة التحديات والعجائب التي تنتظرها. تجلس لولي بهدوء على مكتبها، ودفتر ملاحظات صغير مفتوح أمامها. تتحرك قلمها الرصاص، مرسومة منزلاً وأحلاماً بتفاصيل محبة. على الرغم من فقرها، أحبت لولي رسم أحلامها والدراسة بكل قوتها. المنزل الموجود على الصفحة ينبض بالحياة، مليئاً بالأمل والشوق. تجلس لولياً وحدها بينما تحيط بها مجموعة من الطلاب، يتردد ضحكهم بقسوة في أرجاء الفصل. ينتزع المتنمرون دفتر ملاحظات لولي، وتعمل سخريتهم على تكثيف إحساسها بالخيانة. بإهمال قاس يرمون دفتر ملاحظاتها في القمامة، محطمين معنوياتها. لكن ليست كل القلوب طيبة. سخر منها بعض زملاء الدراسة وكسروا قلبها. صد صوت المعلم من بعيد، لا يسمعه المعذبون ولا يلاحظه الضحية. تتردد أصداء الضحكات، وهي تذكير مؤلم بالقسوة التي عانت منها.